بيها ضبط النفس، إنك تضبط نفسك. يا أحبة، ياما فراملنا سايبة، فرامل سايبة. عارفين الفرامل السايبة؟ تبقى سايق عربية يا عيني، وبعدين تلاقي بتدوس على الفرامل مش شغالة. دي تعمل ايه الفرامل السايبة دي؟ حادثة، يا موتة، يا تكسيرة، يا تروح لدكتور العظم. فرامل سايبة. تعرفوا ان فراملنا كلنا سايبة؟ فرامل بتاعتنا كلنا سايبة. ما يسمى التعفف ضبط النفس، سموه ديسيبلين. يعني انت تقدر تمسك نفسك، تعرف تمسك نفسك. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. كلمة الجهاد تعني أن الشخص يبذل ما عنده وما ليس عنده. يعني ايه ما ليس عنده؟ هنفهمها دلوقتي حالا من القراية بتاعت رسالة التانية لمعلمنا بطرس الرسول. بيقول كده: وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. لأن هذه إذ كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، مجدا للثالوث القدوس إله. الكلمة دي بتاعت الجهاد بيستخدمها ناس كتيرة جدا في كل الاعتقادات، وربما حتى باللغة الإنجليزية خدوا المقطع ده وقال الجهاد. يعني حتى بيكتبوها بالنطق اللي أنا بقوله بالإنجليزي، الجهاد. هل المسيح عليه أن يجاهد؟ نعم. أول جهاد للنفس هو جهاد ضد نفسه هو. إن انتصر الإنسان في معركة نفسه حل مشاكل الكون. من انتصر هو نفسه وجاهد مع نفسه. يعني انتصرت على نفسك يا عزيزي، أنت بقيت من القديسين المعتبرين في الكنيسة. إن انتصرت على نفسك. لكن طبعا يحتاج إلى قصة عمر أن تنتصر على كل ما عندك من ضعفات وسقطات. ده موضوع قصة عمر وقصة الجهاد كله. عشان كده خليني أتكلم معاك النهاردة في شكل الجهاد. تعمل إيه؟ تجاهد إزاي؟ بيقول الرسول، يقول وأنتم باذلون كل اجتهاد. مش اجتهاد واحد، كل اجتهاد، كل أنواع الاجتهاد. وانت باذل كل نشاطك، وانت باذل كل اللي ما عندك. وأحب مرات الناس يبانوا ان هم متكاسلين. أقول في خجل، حتى بعض الولاد عندنا مبقاش عايز يشتغل. ده الحاجة البسيطة، حتى مجرد الشغل مش عايز يروح الشغل. ربما عايز يستعطي فقط، مش عايز يشتغل. وما تقول للشاب لازم تشتغل، يقول لك لا شوف المرتب. طب يا أخي ابتدي اشتغل. عشان كده يقول قال الكسلان في قلبه الأسد في الشوارع. يعني ايه؟ عارفة لما كنت تودي ابنك تقول له روح مشوار، وبعدين يقول لك يا ماما اصل في كلب في الشارع. يا عم هو انت شفت كلب؟ وانت قاعد في البيت شفت كلب؟ فيقول قال الكسلان في قلبه الأسد في الشوارع، يعني مش نازل. يقول الكسلان على فراشه كالباب على صائره، على المحور بتاعه. يعني عمال يقلب في نفسه. يا عم قوم ما تشتغل. أحب نحن نحتاج أن نتنشط، يبقى عندنا نشاط. والشخص اللي عنده نشاط ده يصلح لملكوت الله، لأن الله ما يقدرش يتعامل مع متكاسل أو واحد كسلان. أديكم مثال.
ما رأيكم من غير ما تزعلوا مني الأخوات، ما رأيكم في بعض البيوت بتاعتنا تلاقي البيوت مش نظيفة؟ عارفين ايه السبب؟ الكسل. كسل رهيب جدا جدا فوق ما تتخيل، وكأننا احنا مش عايزين نبذل مجهود. ده بالعكس، ربما الناس لما تشتغل يبقى عندها صحة، ده دليل ان عندك صحة وصحتك كويسة انك بتشتغل. ده يا ويلك ويا ويلك لو قعدت وركنت. اوعى تطلب في مرة من المرات، قال لي اب كان قال لي يا ريت يا سيدنا يبقى في معاش للكهنة. قلت له يعني تعمل ايه؟ قال لي الواحد كده يشرب فنجان قهوة ويقعد يقرا في الكتاب المقدس ويقرا شوية جرايد وقعد في الجنينة وخلاص. قلت له لا، احنا عندنا جهاد، نجاهد الى اخر نفس في حياتنا. اياك تتمنى انك تريح جسدك. لو ريحت جسدك في يوم من الايام اعرف ان ده يوم البلوى عليك، ده اليوم اللي الشيطان يستناه. عشان كده انا بناشدكم انه انتوا تبذلوا اقصى ما عندكم، بيوتكم تبقى نظيفه شيك ريحتها كويسه. انت تشتغل شغلانه واثنين وثلاثه ما دام عندك صحه. بستغرب من الشباب مرات اللي مش عايز يبذل مجهود وهو في عز صحته، ويجي وقت يقول والكسلان في وقت الحصاد يستعطي. حكيم سليمان. يبقى الناس في الحصاد جاي الخير وهو ما زرعش، فيقعد يقول شحتوني. عشان كده ده طابع للمسيحية. أنا استعرضت قدامك حياة المسيح إلهنا بالجسد، ربما تتخض على البرنامج اليومي بتاعه، برنامج اليومي الخاص بالمسيح إلهنا وهو في الجسد. تتخض من البرنامج، أو تتخض من برنامج الرسول بولس، أو تتخض من برنامج أبونا بشوي كامل. المجمع المقدس اعترفنا بقداسة أبونا، وبقي من حق الكنائس تطلق الأسماء عليه وعلى المذابح وحتى على الكهنة أو الناس اللي يرسموا بالاسم الكامل بشوي كامل، وتقام له التماجيد والأعياد. أبونا بشوي كامل ده خدم بس 20 سنة كهنوت، من 59 ل 79 بس، لكنه أثر أعظم تأثير في اسكندرية. 30 كاهن ماتوا بعده، لكن كان هو النجم الساطع في سماء الاسكندرية وفي الكرازة، إنه كان باذل كل اجتهاد. عشان كده بقول الاجتهاد دي سمة من سمات الناس اللي بيعرفوا ربنا، إنك بتبقى الصحة اللي عندك. يا سلام لما تقول يا رب مجهود صحتي ده ليك. بنتكلم عن خدام، وانت كمان كأم وكأب انت بتبذل نفسك وبتبدي كل اللي عندك من أجل أولادك. عشان كده الرسول بطرس يقول وأنتم مش لسه هتبذلوا، وأنتم باذلون كل اجتهاد. يقول اعملوا بقى شوية حاجات، ده اللي أنا هوعظكم بيه النهاردة. يقول قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبر، وفي الصبر مودة أخوية، في مودة الأخوية محبة. قدم، اجتهد انك تعمل دولة. اما بيقول قدموا في ايمانكم فضيلة، يعني ايه الكلام ده؟ مرات احبة احنا نتغنى بشوية شعارات. ايه الشعارات ده؟ ان احنا بنيجي الكنيسة، ان احنا مسيحيين، وان احنا ارثوذكس، وان احنا بناخد جسد المسيح ودمه، وان احنا مش زي بقية البشر. ده حاجات جميلة. طب وايه اللي انت عملته؟ مسيحية الكلام هي مسيحية فاترة لا تحرك ساكن لأحد، لكن مسيحية العمل دي المسيحية المؤثرة. مسيحية أن تعمل وتذهب، مسيحية أن تأتي بنفوس للمسيح وتتأثر به، مسيحية يروق فيك أنك تقدم من الإيمان الذي تعرفه بفكرك إلى أعمال الناس شايفاها قدامك. ما الناس في الجيران مش هيشوفوا إيماني، يشوفوا إيماني إزاي؟ ده إيمان، ده عمل داخلي جوايا، يقين من الداخل، لكن هيشوفوا في أعمال. عشان كده الرسول بطرس يقول اوعى تفتكروا انتوا بتاع إيمان نظري. ياما كليات لاهوتية بره مصر بتدرس الإيمان النظري، لكن شكرا لله من أجل كنيستنا علمتنا الإيمان العملي.
وده اللي قاله الرسول يعقوب في يعقوب 2 بيقول كده، يقول له إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين، اتنين راجل ومراته جم الكنيسة أو جم أنت شفتيهم، إن كان أخ أو أخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم، قالوا له إيه؟ هنصلي لك، هندعي لك، إحنا هندخل دلوقتي وندي اسمك لابونا على المذبح، ده إحنا ربنا يباركك، ربنا يوسع في رزقك. الراجل محتاج صلوات. تفتكروا الراجل ده محتاج صلوات؟ محتاج إيه؟ مش محتاج صلاة، من غير ما تزعلوا مني، مش محتاج صلاة دلوقتي. فقال لهم أحدكم إيه؟ امضيها بسلام استدفئها واشبعها. أنا أصلي لك ربنا يشبعك ويدفيك. يا عم ولا عايز صلواتك، أنا عايز بطانية، أنا عريان، والجو في الكيلو 26 وفي أبو تلات وفي الساحل وكل الجو برد في الشتاء، فجالك واحد بيتكتك من البرد، انا هصلي ادخل دلوقتي اولع لك شمعه. شمعه ايه؟ هو مش محتاج شمعه، محتاج بطانيه. عشان كده يقول قدموا في ايمانكم فضيله. هو ايمان النظري ده ملوش لازمه ما دام ما تحولش لايمان عملي، لانه هو الرسول يعقوب بيعترض على الايمان النظري. الرسول يعقوب بيقول كده، أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون. الشيطان عنده معرفة كاملة عن الله بكل ما نعرفه إحنا واضرب في ملايين. اسمها معرفة إيه؟ في دماغك بس. والشيطان دي بيسموها من غير ما تخضوا ما يسمى إيمان شياطين. ايه ده ايمان شياطين؟ الشيطان مؤمن، المؤمن رجل الايمان والبر، الراجل اللي مالوش زي الشيطان اسمه ايمان نظري، ايمان شياطين اللي هو ايه؟ في دماغه. طب الشيطان ده عمل خير لواحد؟ ابدا، يخلص على الناس. فبيقول له كده هكذا الايمان ايضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. يعني أنت بتقول إنك مؤمن ولا تؤمن ولا تعرف ربنا، حكم عليك إن هذا الإيمان ميت. عارفين واحدة تبقى حامل وعاملة نفسها بقى إيه؟ كل الناس تخدمها، وراحت للدكتور عملت سونار، لا يا ست أنت البيبي الجنين اللي في بطنك ده ماله؟ ما بيتحركش، ده ماله؟ ميت. قدام الناس حامل لكنه الجنين ميت، والميت في ذاته. عشان كده أحب أنا أرجوكم النهاردة الإيمان ما تعرفه، ودي ميزة العقيدة. لماذا نعتقد في السماء أنها طاهرة مقدسة بلا دنس في السماء؟ عارفين ليه؟ عشان بيقول لك وانت بتؤمن بهذا الاعتقاد عيش على الأرض زي السماء، عيش مقدس. ما دام السماء جميلة وطاهرة، كل ما تعتقده طبقه على الأرض. عارفين الإيمان ده ربنا يعمله وإحنا ماشيين من الدنيا، يعني أول ما حد منكم ربنا يدي الصحة للجميع، وبعدين يسيب الأرض وروحه تروح للسماء. عارفين يقع أول حاجة تقع إيه؟ الإيمان. الإيمان يقع والرجاء يقع، بس تفضل حاجة واحدة اسمها المحبة، اللي هي الأشياء العملية اللي تمت منه. لأن العلم سيبطل، الإيمان مش موجود، الرجاء مش موجود، هيفضل بس المحبة فوق. قدموا في إيمانكم فضيلة. وما أعظم فضيلة العطاء يا حب، إنك تساعد واحد، تبقى جدع راجل مع الناس وتساعدها وتشوف مشاكلها. بلاش نحمل الأبهات. لما حضرتك بتسمع مشكلة بتروح عاملة إيه؟ وبيقول لأبونا موسى ويقول لأبونا بولا هنا في الكنيسة. طب وإحنا نقول لك إيه؟ أنت سميعة بس، اذهب استدفئها بسلام.
ولا كمان انت تساعدي وانت كمان تساعد وتقدم. قدموا في ايمانكم فضيلة. وبيكمل يقول وفي الفضيلة معرفة. يعني ايه كلمة انا اقدم في الفضيلة معرفة؟ معناها وانا بقدم اي خدمة واي فضيلة بعملها، ان كانت عطاء وان كان احسان او اي نوع من الفضائل المسيحية، بيقول قدم فيها. وانت بتعمل الفضيلة دي قدم معرفة. قدم يعني ايه؟ ما معنى كلمة معرفة؟ هو الرسول بطرس حلنا اللغز دي. يعني ايه معرفة؟ قال انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. انمو في النعمة وفي معرفة ربنا، يعني كل ما انت ماشي في الحياة تكتشف ان المسيح إلهنا يتحرك في الحياة. كتير من الناس لما يجوا يرسموا الصرافين يرسموه أجنحة بس من غير أعين، لكن يقول المملوء أعينا في سفر حزقيال وفي سفر رؤيا. يعني إيه مملوء أعينا؟ لما نتأمل فيها كأنه يلاحظ أعمال الله في كل مكان. هذه رتبة الصرافين. وكمان المسيحي يبقى بيلاحظ إنه بيشتغل مع المسيح في كل مكان. بروح الشغل وانا بقدم الفضيلة اللي في الشغل. يعني ايه فضيلة؟ انا في الشغل لازم استحمل، ما انا اسمي حنا وجرجس، ما انا لازم اقدم لهم ان انا مسيحي. يبقى بس عندك عيون تشوف. ايه العيون دي؟ عيون في الشغل وفي البيت وفي الشارع وفي كل حتة. اصل واحد يقول لك انا في الكنيسة بس، ده انت كده اعور او احول. يعور يحول. عارفين العينين المتخاصمين؟ فمش باصص عليه يا واحد، انت فين انت اللي متخاصمين؟ مش بتنمر، بس بقول ده انت لازم تبقى من المملوئين اعينا، ان تلاحظ كل اعمال الله، ان ربنا انت بتقدم المسيح الهنا، بتقدمه وانت بتقدم الفضيلة. وانا كنت مهندس كنت احب اركب التكوسة، وانا راكب التاكسي اقعد اتكلم مع السواق، اتعرف عليه واكلمه كلام حلو. يعني انا هشوفه مره واحده، لكن اترك له اثر واترك له هذه العلامه التي في يدي. شايفينها؟ انتوا عندكم شايفين مملوء اعيننا؟ انتوا مملوئين اعيننا. فبيقول وانت بتقدم اياك تنسى انك بتقدم المسيح. قدموا في ايمانكم فضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة يكمل يقول تعففا. كلمة تعفف دي باللغة معناها ضبط النفس، انك تضبط نفسك. يا أحبة ياما فراملنا سيلة، فرامل سيلة. عارفين الفرامل السايبة؟ تبقى سايق عربية يا عيني وبعدين تلاقي بتدوس على الفرامل مش شغالة. دي تعمل ايه الفرامل السايبة دي؟ حادثة، يا موتة، يا تكسيرة، يا تروح لدكتور العظم. فرامل سايبة. تعرفوا ان فراملنا كلنا سايبة؟ فرامل بتاعتنا كلنا سايبة. ما يسمى التعفف ضبط النفس، سموه ديسيبلين. يعني انت تقدر تمسك نفسك، تعرف تمسك نفسك، تعرف تضبط ذاتك. اما الناس بيشوفوني، خلي بالك بقول قدموا في ايمانكم فضيلة، عشان بقاش ايمان نظري بقى ايمان عملي. وبعدين الايمان العملي دي انا قدمت المسيح، وياك وانت بتقدم المسيح الناس يشوفوا انك مش مضبوط، انك مش جامد واقف كده صلب. ومش كل حاجة تغريك، مش كل ما يعرض يا أحبة عليك تاخده. يعني تخيل أقول لك هذا الأكل أو الوجبة دي ملوثة مسمومة، تحب تاكلها؟ تقول لي محدش قال لي. أقول لك يا أخي وببص على العيش مصوف. عارفين الصعايدة فاهمين يعني ايه عيش مصوف؟ ها؟ عليه شوية فطر وحاجات غريبة، وبعدين بقول لك كل. أنت مش شايف
مش قادر تحدد، مش قادر تضبط نفسك. ده عيش بايظ، دي وجبة فاسدة، دي علاقة آثمة. فبيقول لك خلي بالك وانت بتقدم المسيح، اياك تقدمه ومفيش نوع من ضبط النفس، لحسن تجيب لنا العار كخادم او شخص مسيحي، تجيب لنا العار. يا العار الذي لحق بالمسيح إلهنا من أتباعه، ما أكثر هذا العار في هذا الزمان الشرير. عار. يقول وعار الشعوب ايه؟ الخطية. البر، يقول الحكيم البر يرفع شأن الأمة، وعار الشعوب الخطية. أقول في خجل شديد، وما كنتش حابب أقول كده، إن رجالة وستات في الكرازة المرقسية كلها غير منضبطين. أتمنى تكون الرسالة دي وصلت. مش منضبطين، مش منضبطين. أما قال ليكن الزواج مكرما ومضجعك والمضجع غير دنس. ليكن الزواج مكرما. عشان كده بيقول وانت بتقدم قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبر، وفي الصبر. الصبر ده نفسه ليه؟ أصل أنا لما بقدم ضبط النفس ممكن أضبط نفسي شهر، ضبطت نفسي شهرين، لكن أضبط نفسي مدة طويلة. قال لا، ده التعفف ده محتاج إيه؟ صبر. وفي التعفف صبرا، أصبر شوية. أقول لكم سر جايبه أنا من CNN. CNN دي أصلا قناة مسيسة، أنا جايبه من السماء. الخبر بقول لكم ده جاي من السماء. جاي منين؟ من سفر الرؤيا، إن المسيح قرب يجي. انتوا مش حاسين؟ المسيح قرب يجي. المسيح على ابواب، ومن بدل المسيح على الابواب محتاجين نصبر شويه. يقول لهم انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه وفي صبره، صبر المسيح. يقول صبر، بنقول في الأمونوجانيس صبر على موت الصليب، بنقول في اللحم صبر، هو صبر. فبيقول وانت متعفف خليك صابر. ما ينفعش تقول ايه اصل انا صبرت سنه فانا ملتزم سنه كويس، طب والسنه اللي بعدها لا. يقول لا، وفي التعفف صبر، يعني تصبر. طب امتى نصبر؟ حتى لغايه نهايه عمرنا نصبر. يا المكافآت على الصابرين يا حبيبي، يا المكافآت اللي ياخدوها الناس اللي صبر. بقول الكلام ده ما يعجبش الاخوات، بس هقوله يعني. وممكن تقولوا لابونا موسى وابونا بولا هنا بلاش يجيبوني تاني، بس انا هقول. اما اقول لاخت من الاخوات جايه تشتكي من جوزها، اقول لها يا ست انت سمعت حكايه ام عبد السيد؟ تقول لي مين ام؟ اقول لها ام الغلابه. جوزها كان بيعمل ايه؟ كان بيضربها بالجريده. تقول لي واحنا مالنا احنا بالجريده ولا مش عارف، عايزه تقول لي انت متخلف ولا ايه؟ بالجريده بيحط راسها في الفرن، مرات يضربها. اتجوز عليها وجاب مراته الثانيه جوه في الصعيد قدامها، وهي يا عيني ترفع نظر قول يا رب سامحه، يا رب يكون معاه، يا رب افتح بصيرته، يا رب مش عارف ايه. طبعا الست دي بمنطقنا دلوقتي تقول قاعده ليه؟ لكن دي ست صبرت. ففي يوم من الايام جوزها تاب، بس قبل ما يتوب جاله عيا موت. عيا موت، عارفين حاجه زي كورونا كده، التهاب رئوي، ودخل في مرحله صعبه جدا. فتقول لربنا، تقول له اوعى تاخده وهو وحش وشرير، اوعى تاخده تخلص عليه، دي ما مصيبه. لا خلوهولي. طب خلوه ده بيضربك. طبعا هو حس. عارفين الصعايده بيقولوا مثل حلو، يقول اللي ما رضاش بالكف ياخد اللكميه. عارفين المثل ده؟ الصعايده بس اللي عارفينه، بحراويه ما يعرفوش المثل. يعني ايه؟ يعني واحد بيقول لك حاجه بسيطه مش عاجبك، يروح
مديهولك كده خلاص خلصنا فقت انت. فساعات ربنا بيبقى عايز يعني بيدي بعض الناس كده مش بصوت هادي. فالراجل صحي من المرض ده وربنا خففه، وبعدين رجع وخدم المسيح له. الست دي اما اقول لواحده خليكي تقول لا لا لا، وكأننا عندنا في هذا العصر ما يسمى نفاذ الصبر، نفذ رصيدا. ما عندكش صبر، صبرك قد كده. عشان كده الرسول بولس من 2000 سنة يقول لنا وأنتم تحتاجون إلى الصبر. عندك نقص صبر، يعني يحلل لك روحيا. عارفين اللي بيحلل له دم؟ حلل لك روحيا أنت عندك نقص صبر، مش صبور. عارفين جوزك لما يجي يطبخ عايز يطبخ في 5 دقايق، فأنت تقولوا له إيه؟ اصبر شوية. الرز ياخد قد إيه سوا؟ كام؟ تلت ساعة ونص انت بتعمله في نص ساعة؟ طب كويس، ربنا مديك صبر يا اخي. بس غالبا بيطلع محروق من تحت. اتعلم. ها انت علمتيه، بس هو بيقول نص ساعة مش تلت ساعة. نص ساعة، نص تعمله في نص ساعة. انت تسمع كلامها. اعظم حكومة اللي انت فيها. هتخيل ان الراجل يقول لك ايه، انت هنقعد نسوي الرز نص ساعه ليه؟ هي 5 دقايق، على النار وخلاص. شاف كتير اما الصبر بتاعنا ينفذ ليست هناك نتيجه، بل بالعكس بنخسر. فبيقول وانت متعفف وانت ضابط نفسك من فضلك كمل صبر، كمل صبر. قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبر، وفي الصبر مودة أخوية. وأنا صابر محتاج إن أنا أتعامل مع الناس. ما الناس وحشة على فكرة بالزمن ده، الناس بقت أخلاقها صعبة بالفعل. الناس بقت بتشتم وتقول كلام سلبي وتفرج بس على الشارع. زارني ولد من ولادي اللي أنا كنت بخدمهم زمان خالص، من أكتر من 20 سنة بخدمه. فلسه أنا عندي كان أول امبارح جاي من أمريكا، بيقول لي أنا من اسكندرية أنت عارف؟ قلت له قال لي الناس أنا مش كبير أوي بس الناس بتأخلاقها وحشة أوي في الشارع، ما عندناش ده في أمريكا. قلت له ده نتاج الثورة، إن الناس يقول الكتاب الثورة دي يقول وإذ لم يكن في سفر قضاء إذ لم يكن ملك عمل كل واحد ما يحسن في عينه، وما يحسن في عينه طلع أوحش ما عنده مش عينه في كل جسمه. فبيقول وانت صابر ربما يحصل لك انت تقول انا متضايق بقى من الناس، لا، وانت صابر هيجي لك نوع من التعب من الناس. قدم مودة أخوية، مقدم شركة، ساعد غيرك، مد يد المعونة إلى غيرك وانت صابر وانت مكمل السكة. قدم معونة وقدم كمان نوع من المودة. الناس في أيام كورونا لما اتقفلت البيوت غصب عن كل العالم، كل البيوت في كل العالم اتقفلت، فالناس كانوا سعداء انه قاعدين مع بعض بيتفرجوا مع بعض يعملوا الأكل مع بعض يوم 2 شهر، وبعدين زهقوا. ليه؟ عايزين شركة، عايزين يتقابلوا مع ناس. طب ما معاهم تليفونات، لا عايزين يقعدوا مع ناس. وكأنه ده احتياج يا أحبة ان احنا يبقى لنا مجموعة حلوة مقدسة. يقول عنها الكتاب كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة وتعليم الرسل والشركة وكسر الخبز. كسر الخبز التناول، لكن الشركة ده معناه انه بيشتركوا مع بعض. اساس الشركة ان انا الاقي مجموعة بحبها وعايش وسطيهم. فبيقول لك اوعى تنسى انك انت وانت صابر اوعى تقول انا مش عايز الناس، لا لا، قدم في الصبر ده مودة أخوية بتود الناس. يا بختك لو ليك شلة حلوة
ويا ويلك وظلام ليلك لو شلتك شريرة. يا بختك لو ان اصحابك بيقودوك للفضيلة في المودة الأخوية، مودة بينا. عارفين الناس بيدوا بعض، الناس على فكرة كان زمان أخلاقهم جميلة قوي على فكرة. مسيحيين ومسلمين كان أخلاقهم راقية جدا. في بلادنا كانوا أخلاق ما حصلتش. كانوا الناس أكثر هدوءا. أنا بقول الكلام وأنا سني 56 سنة، شفت المناظر دي، مش سني 80 سنة ولا 90 سنة، شفت قدامي مناظر كويس. الناس كانوا يتعاملوا مع بعض. لما تيجوا المنطقة اللي الواحد اتربى فيها، قد ايه الناس بتقدرنا وتحترمنا واحنا نحترمهم، وكانوا يودونا يبعتوا لنا اكل واحنا نبعت لهم اكل. عارفين زمان الطبق اللي رايح جاي ده، نودي حاجات وترجع لنا بحاجات تانية جميلة، مودة أخوية. وفي الصبر يقول مودة أخوية، وأخيرا يقول وفي المودة الأخوية محبة. مقياس يا عزيزي انت واختنا، مقياس الله يقيس بيه كل حياتك زي ترمومتر، ينزله ربنا كده ويطلعه يقول المحبة مقدارها قد ايه. اوعى تكون المحبة عندك نقص عشان كده مش مستحمل الناس. اوعى يكون المحبة عندك نقص عشان كده قرفان من المعاملات. اوعى يكون المحبة نقصك فمش قادر تحب عدوك. ده المسيح ده مطلب من مطالب المسيحية، مسيحية محبة الأعداء. اوعى تكون انت مش بتحبهم، اوعى تكون مش بتصلي من أجل الذين يسيئون إليك. محبة ناقصة، انت عندك محبة ناقصة. حدثتكم عن جهاد من نوع جديد، ويقول وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. أتمنى تكونوا بتجاهدوا هذا الجهاد العظيم جدا، ولربنا المجد في كنيسة. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وانتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا ان احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بشير بسيط منك تقدر تخلي ناس تانية كمان تسمعه وتستفاد. And don't forget to subscribe and active the notification ring.